ازاي تنشف في رمضان وازاي تتخلص من نسبة الدهون المتراكمة في جسمك في رمضان. هل ينفع انشف في رمضان ولا لا؟ ناس كتير بتكون فاكرة لمجرد ان هي صايمة وما بتاكلش فهي كده بتحرق دهون، ولكن العكس، انت لو مش حاسب كل حاجة ومش ماشي صح ممكن تحرق عضلات وما تحرقش دهون. فالنهارده هقول لك على 3 حاجات ازاي تتخلص من نسبة الدهون في جسمك في رمضان، وازاي تنشف في اسرع وقت في رمضان وتطلع باحسن نسخة من نفسك. واول حاجة هكلمكم فيها هي الاكل الصح في التوقيت الصح. في ناس كتير منكم يا اما بتاكل كميات كبيرة بعد الفطار وبكده بتوقف نسبة الحرق عندها، يا اما ما بتاكلش خالص وكده تخسر عضلات اكتر ما بتخسر دهون. الحل الصح انك تستخدم الوجبات المتقطعة. ما ينفعش تمشي على وجبة واحدة بس او وجبتين في اليوم، لازم تكون بتاكل مش اقل من 4 وجبات عشان جسمك يفضل يحرق طول اليوم. يعني مثلا لو انت في رمضان وهتفطر، يبقى الفطار بتاعك مكون من بروتين وكارب ودهون صحية. عندك وجبة تانية، وجبة قبل التمرين، برضه غنية بالكربوهيدرات عشان تمدك بالطاقة أثناء التمرين وفيها بروتين ودهون صحية برضه. ووجبة بعد التمرين تكون غنية بالبروتين، وكمان عندك وجبة السحور تكون غنية ببروتين بس يكون بروتين كزين زي الألبان، الجبنة القريش، زي المكسرات. وتاني حاجة مهمة لازم تهتم بيها هي التمرين الصح. ما ينفعش تتمرن بعنف وتقعد تتمرن كل يوم بكميات كتيره، كده جسمك ممكن يتنشن وما بتبقاش عارف جسمك بيعمل ايه. لو انت بتتمرن بكميه كبيره ممكن تحرق عضلات اكتر ما بتحرق دهون. طب الحل ايه؟ ركز على تمارين المقاومه، انك تروح الجيم. ولو انت ما بتروحش الجيم ممكن تلعب بوزن جسمك على الاقل 4 ايام في الاسبوع او 5 ايام في الاسبوع. لازم تتمرن تمارين مقاومه. تاني حاجه لازم تتمرن كارديو، لان الكارديو الحاجه الوحيده اللي بتحرق معاك دهون. لو انت في رمضان هتحاول ان انت تتمرن قبل الفطار بساعه، ممكن تمشي مثلا لحد 40 دقيقه مشي خفيف. ولو انت مثلا في البيت ممكن تلعب نط الحبل او جري في المكان او اي حاجه. ولو انت ما عندكش وقت تتمرن قبل الفطار هتتمرن الكارديو بتاعك بعد التمرين. ممكن هتتمرن بعد التمرين المقاومه بعد الفطار بنظام الهيت. نظام الهيت ده اللي انت بتتمرن دقيقه باقصى جهد عندك ودقيقه باقل جهد عندك. ممكن تلعب من 20 دقيقه ل 30 دقيقه نظام الهيت. وبرده تمرينك لازم يكون قوي بس بدون مبالغه عشان جسمك يفضل يحرق دهون وما يخسرش عضلات. وتالت حاجه لازم تهتم بيها، خد بالك كويس جدا من كميه السعرات اللي انت بتاكلها وكميه الميه اللي انت بتشربها. ناس كتير بتقلل كميه السعرات اكتر من الطبيعي علشان تحرق بصوره اسرع، بالعكس كده جسمك بيبدا يقلل الحرق. طب الحل ايه؟ احسب سعراتك. ولو ما انتش عارف تحسب سعراتك ممكن تخش على اي موقع يحسب لك سعراتك. هتشوف سعراتك، لو مثلا سعراتك 2000 سعره حراريه فبتبدا تعمل عجز من 300 ل 500 سعره حراريه، وبكده جسمك مش هيحرق اي عضلات وهيبقى مركز تماما ان هو يحرق لك نسبة الدهون الزيادة فقط. وبرضه لازم تهتم بشرب المية، على الاقل لازم تشرب 3 لتر مية، لان قلة المية بتسبب لك جفاف وبتسبب عندك حاجة اسمها الجوع الكاذب. لو طبقت ال3 حاجات دول بالظبط هتلاقي نفسك بتنشف في شهر رمضان بشكل مثالي وهتوصل لاحسن شكل انت ممكن توصل له. دول كانوا اهم 3 حاجات ممكن تمشي عليهم في رمضان وينشفوا جسمك ويخسسوك ويوصلوك للجسم المثالي. لو انت عايز حد يكون معاك في خدمة التدريب الاونلاين ويوصلك للهدف اللي نفسك فيه، خش دلوقتي في البايو هتلاقي رقم، يخش كلمني. ودلوقتي التدريب الاونلاين معايا تقدر تتمرن معايا على الواتس، بكون معاك طول اليوم، اتابع معاك اول باول، اشوف لو عندك مشاكل عايز تحلها، بحدد معاك هدفك، بيكون معاك خطة تمرين متفصلة على هدفك انت، وبيكون برضو معاك خطة تغذية متصممة على هدفك انت من الاكل اللي انت بتحبه. وكمان بكون معاك على الواتساب طول اليوم عشان لو في اي حاجة عايز تسأل عنها بكون معاك اول باول. ولو انتم مش مشتركين في القناة يا جماعة خشوا اشتركوا في القناة وتابعوا الحلقات اللي جاية، لان كل يوم هنزل لكم معلومة حلوة ومعلومة جديدة هتفيدك وهتغير لك حياتك للافضل. لو انت مش متابعنا على الانستجرام روح تابعنا على الانستجرام، لان كل يوم بنزل فيديوهات وبنزل حاجات عن التمارين. تابعني هناك. كان معاكم كابتن عزو، سلام.